يعطيكم العافية أحبائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بدي ساوي لكم أكلة المعكرونة بالجبنة بالفرن. هي الأكلة كتير طيبة إخواتي، إن شاء الله يا رب تعجبكم. هلأ المكونات: عندي 4 بيضات، عندي جرزة بقدونس مثل ما شايفين، يعني مقطعة مفرومة ومقطعة ومغسولة، وعندي تقريبا ربع كيلو جبنة. هلأ الجبنة إخواتي فيكم تحطوا قد ما بدكم، يعني بتطلع طيبة فيها. وعندي ملح وفلفل، وعندي بندورة، وعندي تقريبا نص كيلو معكرونة. هلا اخواتي بنبلش بالطريقة ان شاء الله. اول شي اخواتي طبعا نسلق المعكرونة، هي اول خطوة. تاني خطوة بنحط ال4 بيضات مثل ما شايفين، وبنحط عليهم الجبنة. هلا انتو فيكم طبعا الجبنة تبرشوها على المبرشة العادية، بس انا عندي الفرامل رح ساوي عليها. بنحط الجبنة مثل ما شايفين اخواتي، بسم الله. بنحط كمية الجبنة اللي عنا، بعدين بنحط عليهم الملح والفلفل. بعدين اخواتي بنفرمه، بسم الله. بفرمهم اخواتي وبرجع لكم ان شاء الله. رجعنا لكم احبائي المشاهدين. مثل ما شايفين خلطنا الجبنه مع البيض هون والفلفل والملح. هلا وسلقنا المعكرونه. بنحط المعكرونه اول شي طبعا، فضي كميه المعكرونه اللي عنا. بعدين بنضيف الجبنه والبيض، بنوزعهم طبعا. بنخلطهم اخواتي. بهذا الشكل بنحاول نخلطهم منيح عشان يتوزع الجبنه والبيض. هون اخواتي بنخلطهم منيح مثل ما شايفين. هلا كمان ممكن تحطوا مثلا موزاريلا، اي يعني نوع جبنه، او تخلطوا بين النوعين، ما بيأثر، ما في مشكله. او هلا اخواتي بنضيف البقدونس بعد هاي المرحله. نضيف كميه البقدونس اللي عنا. ونخلطهم سوا بهذا الشكل. وهون اخواتي خلصنا الصينيه مثل ما شايفين. هلا بنحط عليها يا قطع زبده يا قطع سمنه. هلا اول شي نقطع البندوره شرايح مثل ما شايفين. ونحطهم على وش الصينيه بهالشكل. هيك اخواتي مثل ما شايفين حطينا شرايح البندورة عليها. هلا بنضيف طبعا يا زبدة يا سمنة مثل ما بتحبوا، يعني معلقتين سمنة على الوش مثل ما شايفين اخواتي. هيك اخواتي بتكون خلصت عنا. بنشويها طبعا فرن حامي من تحت، تقريبا بتاخد شي نص ساعة لحتى تتأمر. هلا هي الأكلة اخواتي كتير طيبة للأطفال، يعني كتير بيرغبوها. وهيك اخواتي شوينا الصينية، اخدت من تحت تقريبا نص ساعة، من فوق شي 10 دقايق مثل ما شايفين. شوفوا ما شاء الله. تقطعوها بهذا الشكل بتقدموها.
وهيك اخواتي بتكون ان شاء الله طبختنا خلصت. ان شاء الله يا رب تعجبكم والف صحة وهنا. وبتمنى اخواتي المشاهدين تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. ان شاء الله الف صحة وهنا، ويا ريت لا تنسوني من اللايكات والاعجابات.